كلام حضرتك طبعا صح، بس عايز اقول لك هيبقى الموضوع سهل. هيبقى في دعايه بقى طبعا في سبونسر هيجي، ما هو يعني ما هو الموضوع ان شاء الله يتحل. رجال الاعمال الشرقيه على فكره اتقل رجال اعمال في مصر. صحيح. مش الشرقيه زي ما حضرتك عارف. بعد الجمهوريه المنوفيه العظمى. يعني الشرقيه بعديها على طول. رجال اعمال تقال يعني ممكن يبقى سبونسر. يعني. طبعا وبعدين النادي الشرقيه نادي جماهيري شعبي، يعني شعبيته هل تتخيل لحضرتك في ماتش مثلا ممكن يحضروا 37,000 متفرج؟ انت عارف استاد الجامعه ده؟ استاد الجامعه من سنه بطوله كاس العالم للناشئين اللي كان بيلعب فيها عايز اقول لك اللعيب اسبانيا مشهور قوي الهداف الاسباني، اكتشافه كان هنا في مصر، كانت في 2002 تقريبا. كان الشرقيه كانت مرشحه استاد الزقازيق. استاد جامعه الزقازيق بياخد 75,000 متفرج. تخيل حضرتك استاد 75,000 متفرج من بلد ايه؟ شيبه اللي هي بلد الغندور اصلا، يعني تبع الزقازيق. 75,000 متفرج اللي هو استاد جامعه الزقازيق. فكان مرشح اللي هو يتلعب فيه كاس العالم للشباب. اتصور اذا كان عماد متعب هيلاقي نفسه بره خارج القايمه في النادي الاهلي، اعتقد اللي هيروح بلده الشرقيه، لان عماد متعب من زي ما حضرتك عارف من البيس من الشرقيه. فهو عشان كده يعني لا يكون كلام خاصه ان في كلام على انه قد تكون ايام عماد متعب يعني بدات تقترب من نهايتها في وجوده في ملاعب النادي الاهلي. والله اعتقد ان عماد متعب لعيب كبير. واذا كان كل جواد كبوه زي ما بنقول يعني في المثل الشعبي، لكن هو لعيب كبير وله تاريخ. اذا كان بهذا الشكل هيتم تجاهل عماد متعب وعدم قيده لمده عام اخر، اعتقد ان ده صعب جدا، وخاصه كمان ان مارتن يول دايما بيثق في النوعيه دي من اللعيبه. يعني مارتن يول لما بيسال مثلا عن لعيبه، انا على فكره بالمناسبه كلمت حسام غالي قبل ما يجي مارتن يول ب3 ايام، وقلت له مارتن يول المدرب الهولندي انت اول واحد كان مضطهدك ايام ما كنت بتلعب في توتنهام ورميت التيشيرت بتاع توتنهام. قال لي لا 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 ده بالعكس، ده لما جه مصر لما جه عايز يدرب النادي الاهلي بالظبط زي ما بقول لك كده يا استاذ حسام، قال لي سالني انا وكلم قبليه احمد حسام ميدو هل اجي ادرب في النادي الاهلي؟ ميدو قال له ايوه، استقرار النادي الاهلي اكتر من الزمالك، تقدر هتنجح. قال لي مارتن يول وقال لي حسام غالي نفس السؤال، فقال لي تعالى النادي الاهلي امكانيات كبيره وهتنجح في ادارته. يعني برضه الناس دي ما بتشتغلش من فراغ. لكن هي بقى اللقطه اللي حضرتك بقى فكرتني بيها هو محمود حسن تريزيجيه. اولا ده من مواهب ومن احسن لعيبه ظهرت في مصر على فكره. مستواه مش عايز اقول لك احسن من رمضان صبحي، لكن كمان من نوعيه. يعني انا عندي وجهه نظري تريزيجيه، رمضان صبحي، عمرو جمال، هم دول مستقبل النادي الاهلي. محمود حسن تريزيجيه على فكره في اندرلخت عايز اقول لك مكسر الدنيا، عامل شغل كويس جدا جدا رغم اصابته. هو معار ينهي اعارته يعود ممكن ده وارد وممكن يكمل. يعني كان الكلام اللي هو هيكمل 5 سنين في اندرلخت، لان هم معجبين بيه جدا. حتى لما بيجي يلعب مثلا شوط او حاجه بعد بيرجع من اصابه بيرجع بمستوى كويس جدا. في كلام برضه انه يقول لي يعني عايز يتعاقد مع المحمدي لاعب هال سيتي. احمد المحمدي ما اعتقدش، لا ما اعتقدش هو لو يجي الاهلي احمد المحمدي عشان انا كلمته. فبقول لحضرتك احمد المحمدي لو هيجي انا قلت له لما نادي ايفرتون عرض على احمد المحمدي انا كلمته قلت له انت هتسيب هال سيتي وانت تاني كابتن الفريق وهتروح ايفرتون يا تلعب يا ما تلعبش؟ فقال لي لا انا مش هسيب هال سيتي، مش عشان المصري طبعا رئيس النادي علام، لا عاصم علام، لكن كمان هو مستريح مع ستيف بروس. ستيف بروس زي ما حضرتك عارف هو مدرب ويجن قبل كده لعمرو زكي وميدو في ويجن، ثم انتقل بعد ذلك الى هال سيتي مستمر معاهم، وهو اصلا ابن المان يونايتد مانشستر يونايتد، وكان لعيب ليه تاريخ في انجلترا، وهو مقتنع جدا باحمد المحمدي. ولذلك انا بتابع على فكره الناشونال واي، يعني انا بشوف الناشونال واي مش الدوري الانجليزي، مش الانجليش بريمير ليج بس، مش الدرجه الممتازه، كمان بتابع حسب وقتي. فبلاقي المحمدي بيلعب اساسي وما بيلعبوش على الطرف اليمين كمان، لا ده ساعات بيلعبوا سترايكر. يعني ستيف بروس مقتنع بيه جدا، زي بالظبط ما مارتن يول جه لعب حسام غالي بيلعبه اساسي ويبني عليه الفريق. فنفس العمليه مع احمد المحمدي، بيلعبه ناحيه اليمين طرف وساعات بيلعبه سترايكر راس حربه. فمعنى كده ان هو مش هيسيب كده هال سيتي بسهوله الا اذا كان اعاره بس مش شراء. على ذكر الناشونال واي والدوريات في القسم الثاني والثالث، وعندهم 4 دوريات هم محترفين وفي هواه وفي هواه كمان الاقسام الثانيه. ففي اشتراط في بيع الدوري انه لما تبيع الممتاز الدوري بريمير ليج لازم يبيع معاه باقي الاقسام بالظبط في البث، والبرامج تلتزم بالتحليل الكامل لكل المباريات، وبالتالي اي شاشه رياضيه انجليزيه
بتلاقي عباره عن ويندو البرنامج و50 ويندو حواليه جداول لكل نتائج الاولويات. برافو عليك. بكل الاسماء بال 18 فرقه بال 20 بال 15 اللي موجودين بال 12 بتلاقي كل النتائج وتحليلات كامله لكل الاقسام، لانه كره القدم عندهم هناك مش مستويات، مش بهوات ومظالم زي عندنا كده. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم نكمل كلامنا ونشوف بقى ايه الاخبار الموجوده معانا في صفحات صحف السبت.